رئيسه مرتضى منصور، فهندعمه، لازم هندعمه ونقف معاه، يعني لازم هندعمه بغض النظر عن اي حاجه، حتى لو في خلافات. في النهايه احنا عايزين نادي الزمالك يبقى احسن نادي. بص بقى، عشان انت قلت وجهه النظر دي وتحترم طبعا. ليه انا قعدت مع الجهاز؟ انا قعدت مع اللعيبه بعدين الجهاز، لا انت مش واخد بالك، قعدت مع الاثنين. مش ممكن يكون عندي لعيبه جايه تشتكي من مدير فني بيسكر على طول وبيسب الدين على طول، وعايز اسمع الكلام ده من اللعيبه مش هقوله في وجوده. فقعدت مع الاول مع اللعيبه، وبعد ما قعدت مع اللعيبه واول ما مشوا قعدت مع الجهاز، واخد بالك. وكانت وجهه نظري ان انت احيانا في نوع من الحرج لما يكون عندك مدير فني او رئيسك مش هيقول الحقيقه قدامه ويحرج او يخاف منه. الاول قعدت مع اللعيبه عشان اسمع هو في ايه، في حاجه غلط. بعد ما قعدت مع اللعيبه قعدت مع الجهاز وواجهت الجهاز، وكان لازم الاخ ده يعرف انه بعد جلستي مع اللعيبه لوحديهم انه هيمشي. يعني انت كان كلامك صح، يعني هو لو كان عنده دم وعرف ان قعدت مع اللعيبه الاول يبقى في حاجه غلط انا عايز اعرفها من مين؟ من اللعيبه. بعد اللعيبه مش بثانيه قعدت معاه وواجهته للعيبه، حمودي ومكي وكهربا وايمن وابراهيم صلاح اللي مشاه، واخد بالك. لكن انا في النهايه انا يعني بحمد ربنا الحمد لله لما اخد احسن رئيس نادي في مصر 2015. مش هرد على عيل خمرجي. انت لعبت في نادي الزمالك كام سنه؟ لعبت في الدوري الممتاز ولا في لا دوري. انا دخلت النادي سنه 63 نادي الزمالك، دخلت سنه 87. كام سنه؟ 24 سنه. 24 سنه تمام. هو السؤال هو لعب كام يوم؟ سؤال واضح. الاخ ده الخمرجي ده لعب كام يوم؟ الناس نقت قدامه موجود في النادي لما هرب ولا ما كانش موجود؟ الناس نامت صحي لقت عيل صغير عنده 14 سنه هربان. طيب لما رجعوا الاخ ممدوح رضا تمام، مش هو برضه قال على ممدوح ان هو طرده من المكتب لو افتكر؟ مش هو برضه قال طرد ممدوح طردني من المكتب؟ انا ما بردش على الخمرجيه عشان نادي الزمالك. انا تركيزي النهارده ان الجايزه دي اخدها السنه الجايه ان شاء الله، لان الفريق ده ياخد الدوري وكاس فاروق وافريقيا. احنا عندنا 3 اشهر مهمين، ماتشين مسافرين افريقيا. ده اللي